بس المرة دي عايز أسألك سؤال بقى، في كمية لعيبة جيتها في مصر واخدة ضجة، زيزو، حسين الشحات، إمام عاشور وغيرهم، اللعيبة دي لو موجودة بقى في فترة جيل العتاولة، هيلعبوا والّا لأ؟ حلو السؤال. بُص، يلعبوا والّا لأ؟ لأ، مش كل اللعيبة اللي موجودة في الجيل الحالي هتقدر تكون موجودة في الفترة الجيل اللي هو من 2000 ل2014 دي، لأ، ما هيبقى في صعوبة، أو مش هتلعب في الأندية اللي هي فيها دلوقتي. كنت لسه هاسألك بقى، يعني هو تعالَ بقى نفصصهم واحد واحد كده، زيزو مثلًا هيحصل عليه خناقة أهلي وزمالك، وهيلعب أصلًا في الزمالك أساسي أو هيلعب في أهلي أساسي؟ لأ، ما يعني هو زيزو خلّي بالك يعني لعيب كويس، لعيب في الزمالك، في الأهلي، في بيراميدز، في أي مكان. زيزو من اللعيبة اللي موجودة دلوقتي اللي هي من القلائل اللي هي تقدر تقول عليها عنده استمرارية، وده مش موجود. إحنا عندنا زي كنا لسه بنتكلم إن اللعيب بيعمل ماتشين 3، لأ، زيزو بقى له موسم و2 و3 بيطوّر من نَفْسه، بيطوّر من أدائه. زيزو كان ممكن يكون متواجد في الفترة دي يلعب مع الجيل ده، لكن مش هيكون نجم الشباك. أنا كنت لسه هاسألك بقى في لأ، ده نجم كمان. الشباك هو كان هيبقى موجود، ممكن يلعب في الأهلي، يلعب في الزمالك، لكن يكون هو النجم الأوحد، لأ، مش هيكون هو النجم الأوحد في الجيل ده. أصل هو مركزه جناح يمين، وفي الفترة دي شيكابالا كان هو الجناح اليمين، ولو هيروح الأهلي فالجناح اليمين بتاع الأهلي محمد بركات. ما أنا باقول لك ممكن يلعب ويكون متواجد في الأهلي والزمالك، لكن نجم الشباك أو النجم الأوحد لأ، لأن شيكابالا في الفترة دي، الفترة اللي كان نادي الزمالك بيعاني من مشاكل وبيعاني من أزمات، شيكابالا كان بيبقى يعني في وقت كتير جدًا، وبالأخص موسم 2010، 2011 شيكابالا عمل الموسم الأروع ليه في حياته عشان نادي الزمالك لوحده. فهي دي، أنت بتتكلم كمان الدعم الجماهيري كان بيفرق خلّي بالك، الدعم إمم. الجماهيري والمسانده الجماهيرية اللي كانت بتحصل لشيكابالا، لو شيكابالا قعد ولعيب تاني كانت بتحصل الدنيا بتقوم ما صحيح. بتقعدش. نفس الكلام في النادي الأهلي، كان برضه الجماهيرية بتاعة اللعيبة كانت بتخلّي بعض المدربين تتراجع عن فكرة إن أنا أريّح اللعيب ده أو أخرّجه من الملعب. إمم. فزيزو لأ، زيزو كان يستحق التواجد مع الجيل ده، لكن زي ما قُلت لك وباكررها مش هيكون النجم الأوحد للجيل ده أو نجم الشباك، كان هيكون من اللعيبة الكويسة، زيه زي لعيبة كتير كانت كويسة في الجيل ده، لكن مش هيكون النجم الأبرز للجيل. يعني كنا ممكن نشوفه في إنبي، نشوف أندية وسط ما خلّي الجدول، بالك صح؟ أنا معاك، بس هو إنبي في الفترة دي كان كان نادي كبير كان طبعًا، بتروجيت كان فيها لعيبة كبيرة جدًا، وسط ملعب بتروجيت كان فيه لعيبة حدث ولا حرج. كان ده أحمد ده شعبان ده ده كان فيه لعيب اسمه أحمد شعبان في وسط أحمد الملعب، شعبان ومحمد شعبان ومحمد ومحمد شعبان كوفي. ومحمد كوفي. لكن أحمد شعبان يعني محمد شعبان راح الزمالك، لكن أحمد شعبان فضل مكمّل ومستمر وراح منتخب مصر. لكن أحمد شعبان ده من اللعيبة اللي أنا باشوفها اتظلمت. اتظلم جدًا يعني أنت طبعًا. بتقول لي إيهاب لأ، أحمد شعبان ده من اللعيبة اللي اتظلمت، لإن كان في بقى نُص ملعب فرقة قوي جدًا، بتروجيت جدًا. بتاعة زمان دي تاخد دوري، دلوقتي تاخد طبعًا، دوري مستريحة. طبعًا، لإن أنت كان فيها في كل خط يمكن ممكن تقول خط ضهرهم ما كانش أفضل حاجة، لكن كان في محمد لكن الفكهاني وكان في الله شريف رحمة حازم، الله عليه. لكن لأ، هتتكلم عمرو حسن، تتكلم أسامة أسامة محمد، محمد، دُولَة كانوا باكين طرف حدث ولا حرج. كنت بتلاقي وليد سليمان، كنت بتلاقي محمود عبد الحكيم، محمود عبد الحكيم، إيريك بوكوي، كوفي سيد حمدي، بيكوي وسيد كوفي حمدي. بوكوي، بُص، دي كانت عناصر كتيرة جدًا مميزة، لكن هُم لو موجودين دلوقتي ينافسوا بقوة جدًا على الدوري ويقدروا ياخدوا الدوري الممتاز عادي جدًا. طب ففي لعيبة دلوقتي زي ما أنت بنتكلم، زيزو كان هيبقى لعيب كويس في الجيل ده، إمام عاشور نفس الكلام. نفس الكلام برضه، إمام آه، عاشور كان هيحجز مكان في خط نُص الأهلي أساسي. ما تعالَ بقى نرجع، هيلعب على حسن مصطفى والّا هيرجع؟ محمد شوقي، طبعًا كباتن كبار كلّهم طبعًا، ليهم كل طبعًا. الاحترام، عشان بس محمد شوقي، حسن مصطفى، حسام غالي. هيلعب كنتوا تلعبوا مثلًا فين؟ في وسط هتلعبوا 10؟ كان هيلعب على أبو تريكة؟ مستحيل. مستحيل، أنت فاهمني؟ لكن هيبقى لعيب بديل كويس ليهم، كان هيبقى بديل كويس ليهم، أنت فاهمني؟ لأن في فترة من الفترات عادي النادي الأهلي كان بيعتمد على ثلاثي في وسط الملعب ده، ممكن ما تلاقيش البديل الكُفء ليه. فإمام كان ممكن يبقى لعيب، بس برضه نفس قصة زيزو، مش هتلاقيه هو نجم الشباك الأول واللعيب رقم 1. حسين الشحات. حسين أنهُ فيهم؟ مع حسين خلّي بالك، أصل حسين عنده مشكلة بالنسبة لي، لإن حسين لعيب كبير ولعيب مميز في الفترة دي طبعًا، لكن حسين مستواه ما عندوش ثبات دايمًا. حسين لمّا بيبقى فايق وفي كامل تركيزه وفي كامل قوته الفنية والبدنية، بتلاقي نسخة مختلفة تمامًا من حسين. حسين يشيل فرقتين وهو في كامل قوته وفي كامل تركيزه. حسين لمّا ما عندوش وسط، لمّا بيبقى يا حلو مستواه أوي يا إما وِحِش يا أوي. وِحِش أوي. صح. فهي دي المشكلة، الاستمرارية. لكن حسين كنت هتلاقيه موجود في الدوري المصري، يلعب في الدوري المصري، لكن أهلي وزمالك في الفترة دي كان هيبقى صعب جدًا. طب دونجا.
برضه نفس الكلام، لأ دونجا كان هيبقى صعب، لإن زي ما قُلت لك أنا باقول لك أحمد شعبان في إنبي في بتروجيت ما كانش بيشارك في منتخب مصر، أنت كنت بتلاقي جيل كبير جدًا في منتخب مصر، وسط ملعب منتخب مصر كابتن أحمد حسن، كابتن حسني عبد ربه، كابتن محمد شوقي، كابتن حسن مصطفى، كابتن حسام غالي، كانوا يعني وسط ملعب تقيل جدًا، 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 فما كنتش تفكّر فدونجا كان لأ، يعني كان الأمور هتبقى صعبة جدًا، لإن هو كان ممكن يكون متواجد في أندية الوسط في الدوري الممتاز عادي.